في الاول كانوا بيقولوا ان الديف اوبس انجينير اتس كلتشر، مش وظيفه، مفيش حد اسمه ديف اوبس انجينير. بس بعدها الناس قالت يا جماعه طب ما هي كلتشر، مين هي امبلمنت الكلتشر ديت؟ مين هيتولى مهمه انه يتاكد ان كل حاجه اتعملت غير الديف اوبس؟ بالظبط. فخلاص تم التنازل عن الموضوع ده، واصبح ان بقى فيه بوزيشن في اي شركه اسمه ديف اوبس انجينير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات لانش بريك. انا متحمسه للحلقه دي جدا لان ناس كتير جدا بعتت لنا في الكومنتس ان هم عايزين يعرفوا عن مجال الديف اوبس، فقررنا نتكلم مع حد من اشطر الناس في مجال الديف اوبس عن كل ما يخص المجال ده وازاي تبدا فيه. النهارده هنتكلم مع سينيور ديف اوبس انجينير احمد فاضل. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ هيحكي لنا بالتفصيل الممل عن كل حاجه ريليتد بالديف اوبس. احكي لي بقى بالتفصيل، بس قبل ما تحكي لي خلينا نفهم الناس اللي مش عارفه يعني ايه ديف اوبس اصلا. طيب خلينا قبل الديف اوبس نقول يعني الحياه كانت ايه قبل الديف اوبس. اوكي. اي شركه بتقدم سوفت وير سيرفيس فيها نوعين من التيمز. اول تيم هو السوفت وير ديفلوبمنت تيم. اوكي. السوفت وير ديفلوبمنت تيم ده وظيفته انه يعمل تحديثات بناء على رغبه المستخدم. حلو. يعني features for the sake of the customer. حلو. التيم الثاني هو السيستم ادمنستريشن تيم. تمام. السيستم ادمنستريشن تيم وظيفته ان السوفت وير سيرفيس ده يفضل اب، وان انا لما افتح البراوزر اكتب اليو ار ال بتاع السيرفيس ترد عليا بسرعه من غير اي بطء. جامد. برضو السيستم ادمنستريشن وظيفته انه يعمل ادمنستريشن للهاردوير داتا سنتر اللي محطوط عليها السوفت وير سيرفيس دوت. طيب السوفت وير ديفلوبمنت تيم بيعملوا ابديتس، والابديتس ديت عاوزين يعملوا لها ديبلوي على السيرفرز بتاعه الداتا سنتر بتاعه الكاستمر. انت قلت معلومات كتير فيها كلمات انا مش فاهماها. يعني ايه ديبلوي تنزيل. حلو. يعني تو سيت اب السوفت وير على السيرفر. حلو قوي. السيرفر هو يعني ميجا كمبيوتر، يعني هو كمبيوتر جميل. كبير جدا، السبيكس بتاعته عاليه جدا مقارنه بالاجهزه اللي احنا بنستخدمها. جميل جدا. فهو في ناس وظيفتها انه في الاخر خالص الحاجات السوفت وير اللي اتعمل ينزل على السيرفر. بالظبط. صح كده؟ تمام. زيك مثلا بتلاقي في البنوك مثلا يبعتوا رساله ان هيتم قطع الخدمه من الساعه 2 للساعه 4 لاجراء بعض التحديثات. عظيم. الوقت ده هو اللي بيتعمل فيه ديبلويمنت للابديت بتاع السوفت وير على في الداتا سنتر او على السيرفر. جميل جدا. فهدف السوفت وير ديفلوبمنت تيم انه يطلع فيتشرز وانه يحل الباجز، لكن هدف السيستم ادمنستريشن تيم هو ان السيستم يفضل اب من غير اي مشاكل. جميل. مثال تاني، السوفت وير ديفلوبمنت تيم كتب كود، عمل تيست، اشتغل تمام عنده على الابلكيشن، جه يعمل ديبلويمنت على السيرفر، ما اشتغلش، طلع فيه ايشوز. تمام. فالسوفت وير ديفلوبمنت تيم هيقول للاوبريشن هي شغاله عندي، يعني انا عملت تيست وشغاله عندي، يقول بس هي ما اشتغلتش على السيرفر. اوكي. ونفضل بقى في باك اند فورث ديسكشن ولحد ما نشوف بقى هنحلها ازاي. هي شغاله عندي، هي شغاله عندي اتعامل انت. هي شغاله عندي، حلها انت بقى. من هنا جه الديف اوبس. فمن الحكايه اللي انا حكيتها لك في مشكله اساسيه وضحت، ان كل تيم عنده جول، والتو جولز دول مش متفقين مع بعض. حلو. فمن هنا جه الديف اوبس. حتى هي كلمه، هي ديف اوبس اللي هي اوبريشن، ان انتوا بدل ما تشتغلوا از تو تيمز اشتغلوا از وان تيم. ديفلوبمنت واوبريشن هي الكلمه عباره عن اختصار للكلمتين. بالظبط كده. تمام. in one word. فاحنا لا هنبريك ذا سايلو او هنكسر الحاجز ما بين التو تيمز، وانتوا يا ديفلوبمنت تيم ويا سيستم ادمنستريشن تيم اشتغلوا مع بعض ان انتوا تحققوا وان جول. وان جول ان احنا نعمل تحديثات وفي نفس الوقت السيرفيس تبقى اب. حلو. طيب اول كلام جه عن الديف اوبس بشكل علني كان في سنه 2009، يعني ان لم تخني الذاكره. كانت في توك عملها تو انجينيرز من شركه فليكر هي شركه شبه انستجرام شويه، يعني هي سبيشالايزد في فكره الفوتو ستورج، ان انا اعمل اكاونت احط عليه صور
وشيرت مع الناس. فجم في 2009 عملوا توك دي موجوده على اليوتيوب اسمها plus 10 deployments per day. حلو. اتكلموا فيها على ان المشكله اللي انا حكيتها لك، فكره ان احنا بنشتغل as a development operations، كل واحد بيشتغل بجول، فاحنا لا، احنا هنشتغل مع بعض، يبقى عندنا جول واحد لينا احنا الاثنين، وشويه ستيبس تانية اخدوها بحيث ان هم يقدروا يحققوا ان هم يعملوا كذا deployment plus 10 deployment per day without any downtime. حلو. فيعني ده باختصارا كانت الحياه ما قبل الديف اوبس. فالديف اوبس بقى هو تعريفه ايه؟ هو culture او ميثودولوجي هدفها زي ما قلنا ان احنا يبقى في shared goal between الديفلوبمنت and operation، وفي بقى شويه strategies او steps بناخدها عشان نحقق الجول ديت. اول ستيب هي automating everything، انك تحول كل حاجه لان هي تبقى ما فيش تدخل بالظبط بشري. eliminating the human interaction، او ان احنا يعني نقلل تدخل العنصر البشري في عمليه الديبلويمنت. حلو. تاني حاجه working together. فانا كاوبريشن محتاج ابقى فاهم شويه الديف اوبس بيشتغل، الديفلوبمنت بيشتغل ازاي، وانا كديفلوبر محتاج ان انا افهم شويه الاوبريشن بيشتغل ازاي، لان انا هكلمه لازم اكلمه باللغه اللي هو يفهمها. تمام. ثالث حاجه احنا هقولها بالانجليزي وهترجمها ان احنا نو بليم اوبشن، ان احنا مش هنلوم بعض. يعني لو حصلت مشكله احنا مش هنلوم بعض، مش هقول مثلا دي مشكله الديفلوبر او مشكله الاوبريشن، لا احنا يعني خلاص احنا مش هنلوم بعض. طب مش هنلوم بعض، هنعمل ايه؟ هنقول ان الفيلير از ا جود ثينج، ان الفشل او ان فكره ان تحصل مشكله از ا جود ثينج، دي حاجه كويسه. بس لو احنا عملنا اوتوميشن للحل بتاعها وتاكدنا انها ما تحصلش في المستقبل، يعني الفيلير از ا جود ثينج، الفشل في الديبلويمنت كويس لو بيحصل لاول مره، لانه بيورينا حاجات احنا ما خدناش بالنا منها قبل كده. فاحنا بنعمل اوتوميشن ونتعلم من غلطنا في ان احنا نحل المشكله ديت. في مصطلحين مقترنين ببعض باستمرار، هو الديف اوبس والاس ار اي، وناس ممكن تكون متلخبطه هو ده ايه وده ايه، فممكن تشرح لنا الفرق ما بينهم؟ طيب احنا اتكلمنا عن الديف اوبس از ا كلتشر واز ا ميثودولوجي، ما نقدرش نقول انها بتاعت حد او بتاعت شركه معينه، هي كلتشر كل التك اندستري ساهمت فيها. وهنقول بعد كده ان هو كل حد بيمبلمنتد ذا واي they see it. بس الاس ار اي لما اقول اس ار اي stands for site reliability engineering. site reliability engineering. تمام. فهدفي ان انا اتاكد من الريلايبيليتي بتاعه السوفت وير بتاعي. يعني ايه برضه؟ عايز اقول بس في الاول ان هو تيرم او كونسبت بتاع شركه جوجل، حتى هم عاملين كتاب اسمه سايت ريلايبيليتي انجينيرنج بوك، وده كتاب بالمناسبه انا يعني اريكومند ان الناس تقراه. انا لسه عندي فضول اعرف يعني ايه سايت ريلايبيليتي انجينيرنج. فاكره لما كنا بنتكلم عن الديفلوبمنت والاوبريشنز، فهم قالوا الديفلوبمنت هدفه انه يعمل فيتشرز، تمام، والسايت ريلايبيليتي انجينير هدفه انه to make sure that the site is up using our terms. ايه our terms؟ هم عملوا 3 حاجات: SLA SLO SLI. هقول هم ايه. ال SLA هي Service Level Agreement. يعني ايه بقى؟ اتفاق ما بيني انا كديفلوبر او ككمباني مع الستيك هولدرز او مع الكاستمر، مع الاند كاستمر، بقول فيه ان انا السيرفيس بتاعتي ديت هتفضل شغاله على مدار السنه لمده معينه، وبقيه المده الثانيه هي دي بتاعتي، اقدر فيها اعمل ابديتس، اعمل تحديثات، تحصل مشكله احلها في الفتره ديت. حلو قوي. تمام. SLO سيرفيس ليفل اوبجكتيف، ده بقى الاوبجكتيف بتاع الديفلوبمنت والاس ار اي، ان هم يشتغلوا على ان السيرفيس ديت تفضل شغاله بالاوبجكتيف ده. مثال بقول مثلا ان الويب سايت بتاع جوجل هو www.google.com، الاوبجكتيف بتاعه ان هو اتس اب فور
99.999%. تمام. يعني انا ان هو شغال على مدار السنه لمده 1 من 99 و999%، والواحد من 100% ده ليا، ده مده معينه. لما بحسبها بقى اشوف مثلا السنه فيها 365 يوم، اقسمهم على عدد الساعات، عدد الدقائق، عدد الثواني، فانا بشوف المده دي المده بتاعتي اللي انا اقدر فيها اعمل تحديثات، تحصل مشكله احلها. لكن بقيه المده اللي انا اتفقت فيها مع الستيك هولدر يفضل السايت اب. المده اللي انا بشتغل فيها او بعمل فيها تحديثات دي اسمها بادجت ايرور. دي بادجت بتاعتي انا كديفلوبر بشتغل فيها ان انا اعمل تحديثات او ان تحصل مشكله احلها فيها. فقالوا ان السايت ريلايبيليتي انجينير هم بقى خلاص احنا لغينا السيستم ادمنستريتور، بقى في حد اسمه سايت ريلايبيليتي انجينير. هو هي someone who has، هقول بالعربي، عنده operational experience وعنده software development experience، عنده خبره الاوبريشن، السيستم ادمنستريشن والنتوركينج والستورج، وفي نفس الوقت عنده السوفت وير ديفلوبمنت اكسبيرينس. ليه؟ لانه محتاج يعمل اوتوميشن لكل اللي تشينجز اللي بتخلي الريلايبيليتي بتاعه السوفت وير ده تتحسن. ده معنى الاس ار اي. ايه بقى ليه الشركات تروح للديف اوبس ميثودولوجي وما تروحش للاس ار اي او العكس؟ طيب هم حتى جوجل في الكتاب بتاعهم بيقولوا ان احنا كلاس اس ار اي، دي تكنيكال تيرمز، كلاس اس ار اي امبلمنتس انترفيس ديف اوبس. بمعنى انه انا كاس ار اي انا بامبلمنت الديف اوبس ستيبس مع شويه حاجات تانية عشان احقق الاس ار اي. فانا اقدر اقول ان الديف اوبس ميثودولوجي هي جزء من الاس ار اي براكتس، بس الاس ار اي مش جزء من الديف اوبس. الاس ار اي زي ما قلت احنا كنت بنتكلم بقى في ريلايبيليتي، في سيرفيس ليفل اجريمنت، سيرفيس ليفل اوبجكتيف، سيرفيس ليفل انديكيتور، كل الاوبشنز دي مش في الديف اوبس. انا الديف اوبس كان الجول الاساسي بتاعه انه تو بريك ذا سايلو، او ان احنا نكسر الحاجز ما بين الديفلوبمنت والاوبريشن. انت في حاجه عايز تقولي عليها لسه يعني بخصوص السؤالك اللي هو ليه الشركات بتروح ناحيه الاس ار اي مش الديف اوبس، انا بشوف ان هو يعني بالعربي كده كل شيء له طريقه. يعني في شركات بتقول ان هي الاوبريشن تيم عندها هو اس ار اي تيم بس دي امبلمنت الديف اوبس، وفي ناس بتقول ان هي اس ار اي ودي امبلمنت ذا اس ار اي. ف الجوب ديسكريبشن او الاوبجكتيف او المسمى، يعني الاشياء المطلوبه من الانجينير بتختلف من شركه للتانيه. هو انا عايزه اقول لك كمان حته الترمينولوجي دي مختلفه من حد لحد لسبب بسيط قوي. في مصر انا بحس ان الدنيا لسه مش ناضجه قوي في تعريف الامور، فبيحصل انه في تايتل معينه، والتايتل دي محتواها والمهام اللي هتتعمل فيها كلها ممكن تبقى لتايتل تاني خالص. بالظبط. في شركه في مصر وهي شركه عالميه يعني، بس يعني مش هقول اسمها، they hired SRE team في مصر و they ended up supporting customers. يا نهار ابيض، الموضوع ملوش علاقه خالص بالاس ار اي. ف يعني بتتكلم مع الناس لا هو ده الاس ار اي يعني. فهو فعلا في مصر وحتى بره، بس بره بشكل اقل. يعني هو حتى في الفان كومبانيز، بس لا هم يعني they practice the thing in the right way. عشان الناس برضو مش عارفه الفان كومبانيز ممكن تقول فان اللي هي stands for فيسبوك، ابل، امازون، نتفليكس اند جوجل. تمام. فالشركات ديت يعني المسمى عندهم بيختلف من شركه للتانيه. يعني مثلا ده على سبيل المثال ميتا، البوزيشن عندهم هناك ما عندهمش لا اس ار اي ولا ديف اوبس، عندهم برودكشن انجينير. اوكي. بس لما تقرا الجوب ديسكريبشن تلاقي ان هو ده ديف اوبس او اس ار اي. ابل ونتفليكس وجوجل، احنا قلنا جوجل هي اللي عامله الاس ار اي. السيستم انجينير او السيستم ادمنستريتور عندهم اسمه سايت ريلايبيليتي انجينير. قلنا امازون عندهم البوزيشن اسمه سيستم انجينير. بس لما تقري الديسكريبشن تعرفي لا هو ده ديف اوبس او اس ار اي جوب ديسكريبشن، مش حاجه ثانيه يعني. هو بص، انت كلامك ده خلاني افكر في سؤال، او يعني خلينا ما نقولش انه سؤال، معلومه كده محتاجه الناس تبقى عارفاها. انت في وسط كلامك بتستشهد طول الوقت بايه؟ بالشركات الكبيره اللي بتشغل ديف اوبس. ده معناه بشكل او باخر ان فرص الديف اوبس كتيره جدا بره مصر. فاشرح لي حجم الفرص جوه وبره مصر في الحته دي.
دلوقتي بسبب ان هي بقت common culture او common practice، بقت اغلب الشركات دلوقتي بتهاير ديف اوبس انجينير. يعني انا عايز اعمل ابديتس وعايز احسن الريلايبيليتي بتاعت السيرفيس بتاعتي وعاوز ان انا اسهل making the changes for the development team، فبقيت هاير ديف اوبس تيمز. فهو في مصر حتى ده بقى common practice even if they are implementing او لو هم بيعملوا الديف اوبس culture بطريقه غلط. بس خلاص ده بقى اي شركه بتعمل سوفت وير سيرفيس بتهاير ديف اوبس انجينير. في الاول كانوا بيقولوا ان الديف اوبس انجينير اتس ا كلتشر، هي مش جوب يعني مش وظيفه، مفيش حد اسمه ديف اوبس انجينير. بس بعدها الناس قالت يا جماعه طب ما هي كلتشر، مين هي امبلمنت الكلتشر ديت؟ مين هيتولى مهمه انه يتاكد ان كل حاجه اتعملت غير الديف اوبس؟ بالظبط. فخلاص لا احنا خلاص يعني تم التنازل عن الموضوع ده، واصبح ان بقى في بوزيشن في اي شركه اسمه ديف اوبس انجينير. حلو قوي. رجوعا لسؤالك زي ما كنت بقول لك، في مصر حتى كل الشركات من اول الستارت ابس لحد الشركات الكبيره كلها بتهاير ديف اوبس انجينير. في شركات حتى بتهاير سايت ريلايبيليتي انجينير. انا كنت شركه من الشركات اللي انا اشتغلت فيها هي رايد هيلينج بلاتفورم، تشتغل في الميدل ايست، اكيد الناس فهمت انا كده على مين. هنقول اسمه. ف بتهاير سايت ريلايبيليتي انجينير في مصر وفي الاردن وفي الامارات. فيعني الديف اوبس ماركت في مصر قوي جدا ومطلوب. بره مطلوب بشكل فظيع. يعني شركه من الشركات اللي هي بتعمل بوكينج، ممكن تقول اسمها عادي، booking.com. بره مصر. شركه booking.com عندها سنتر في امستردام بتهاير سايت ريلايبيليتي انجينير لكل السيرفيسز بتاعتها، وبتهاير ناس من مصر. يعني في ناس كتير من التيم اس ار اي في امستردام وفي لندن وفي مانشستر مصريين. فهو الديف اوبس والاس ار اي ماركت جوه مصر وبره مصر مطلوب بشكل كبير جدا. بما انه هو مطلوب، يعني خليني برضو اسالك الاسئله اللي دايما بتيجي في دماغ الناس علشان نبقى جاوبناها كلها قبل حتى ما نبتدي نقول للناس هتعمل ايه عشان تبقى ده. هو مطلوب، فده معناه انه الفرص او العائد المادي في الحته دي يمكن يكون اكتر من وظائف تانية كتير. فممكن تقول لنا افريج السالاريز او العوائد الماديه في الحته دي؟ مش هقول اكتر، هو يعني السالري رينجز بتاعه الديف اوبس والاس ار اي هي يعني تكاد تكون مماثله للديفلوبمنت بوزيشنز. فمثلا لو حد فريش جراد لحد 2 years of experience، يعني ده كلام من ويب سايت زي جلاس دور، الناس بتتكلم من 15 ل 25 ألف في الشهر. من 2 لحد 5 سنين من 30 لحد 60 ألف. سينيور بقى من 65 ألف لحد يعني 100. فدي تقريبا الرينجز بتاعه الديف اوبس والاس ار اي في مصر، تختلف من شركه للتانيه يعني. طبعا بقى ده بخلاف البنفيتس والشيرز والحاجات التانيه ديت يعني. تعال نحط نفسنا مكان شخص هو لسه متخرج من الجامعه وعايز يشتغل ديف اوبس، وقبل ما نبتدي نفتح الدنيا قوي، الاشخاص اللي متخرجين من الجامعه دول ناس كتير بجامعات مختلفه. في ناس بتبقى خريجة حاسبات وهندسة، وناس كتير تانية من جامعات تانية وبتبقى عايزة تروح التك. فخلينا نقسم الناس. في البداية نشوف الشخص اللي هو اتعلم لغات برمجة أو خريج هندسة ومحتاج يعمل ايه علشان يبقى ديف اوبس، وبعد كده نشوف اللي عايز يشفت الكارير بتاعه محتاج يعمل ايه علشان يبقى في نفس السباق ده. أول حد اللي هو خريج هندسة. فريش جراد ولا اشتغل قبل كده؟ لا، فريش جراد. طيب انا بقول ان البيست كيس سيناريو او احسن حاجه ان انت تكون اشتغلت في بوزيشن قبل الديف اوبس وتنقل منه على الديف اوبس. بوزيشن هنا قصدك لازم يبقى تكنيكال بوزيشن، يعني يبقى مثلا سوفت وير ديفلوبمنت انجينير او سيستم ادمنستريتور. ليه؟ لان انا زي ما قلت في الاول هو اتس ا كومباينيشن او يعني دمج ما بين اكسبيرينس بتاعه السوفت وير ديفلوبمنت والاكسبيرينس بتاعه الاوبريشن. فلما انت تكون اشتغلت سوفت وير ديفلوبر، ودول اللي انا شفتهم انجح ناس في الديف اوبس اللي هم جم من ديفرنت باك جراوند.
يعني هو حد اشتغل سوفت وير ديفلوبر وبعدها راح للديف اوبس. ده انا بشوف ان الناس اللي هي عملت كده هم انجح ناس دلوقتي، سواء جاي من الديفلوبمنت او من الاوبريشن. ليه؟ لان هو قطع شوط كبير جدا في فهم جزء من اللعبه، غير لما يكون حد فريش جراد. انت فريش جراد وجات لك فرصه انك تشتغل ديف اوبس، جو فور ات. تاني لو انت برضو عجبك الديف اوبس جو فور ات، بس انت محتاج في اول سنتين مذاكره شديده جدا، لان انت بتكومباين التو سايدز مع بعض. فكره ان حد خريج هندسه او حاسبات ومعلومات، انا بنقول فريش جراد ولا حد عنده خلينا ناخد الاثنين. طيب لو حد عنده اكسبيرينس، انا قلت لك الموضوع بيبقى سهل. انا ببقى سوفت وير ديفلوبر وفاهم السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اقرا عن الديف اوبس واذاكر التولز واطبق مع نفسي. طب ايه التولز وايه اللي انا محتاج اقرا عنه وابدا منين؟ مش هقول تولز، لان يعني مثلا انا قلت مثلا CI/CD اللي هي continuous integration continuous deployment. هشرح انا طالما قلتها هشرح هي ايه. احنا قلنا في الاول ان احنا بارت من الستبس اللي بناخدها تو امبلمنت الديف اوبس ان احنا نأوتوميت everything. عظيم. فلو سوفت وير ديفلوبر كتب كود، ايه الفيزز اللي هو بيعدي عليها؟ انه يحصل تيستنج، يحصل باكجينج، يحصل ديبلويمنت. يحصل تيستنج ان انا كاتب تيست كيسز، باكسكيوت التيست كيسز دي على الكود، بشوف الكود اشتغل تمام ولا لا، مديني الاكسبكتد ريزلت ولا لا. بعمل باكجينج على حسب انا هعمل ديبلويمنت فين، وبعمل ديبلوي. فكل البروسيس دي المفروض تبقى اوتوميتد. البروسيس دي كده هي دي CI/CD، يعني CI continuous integration اللي هي اول 2 ستيبس. ده اختصارا عشان يعني ايه. فاختصارا اول 2 ستيبس اللي هي الCI التستنج والباكجينج. الديبلويمنت هي الCD اللي هي continuous deployment. تمام. فالCI/CD مثلا انت سالتين على التولز. CI/CD it can be implemented، او ان انت ممكن تعملها بكذا تول. ممكن تعملها بجينكنز، ممكن تعملها بجيت هاب اكشن، ممكن تعملها بجيت لاب CI. فقبل ما اذاكر تول انا محتاج افهم هي الCI/CD ايه. لذلك انا بقول يعني انه اكتر من ان هو مذاكره تولز، لان هو الغلطه اللي بيقع فيها الناس انه بيذاكر تولز. انا هذاكر دوكر، كوبرنيتس، تيرافورم، CI/CD، بس انا مش عارف اركب التولز دي مع بعض. خلينا نفكر بالراحه. انا دلوقتي عايزه ابدا وبقالي 2 سنين جوه الفيلد بتاع التك، بشتغل سوفت وير انجينير. اللي محتاجه اعمله بالترتيب كده ان انا اروح اخد CI/CD دي يس. دي اول حاجه خالص. لا دي مش اول حاجه. لا مش اول حاجه. طب قولهم لي. اول حاجه اوبريتنج سيستم ان كود. طبعا هو بيكتب كود فتمام، فهو بياخد البارت بتاع الاوبريشن اللي هو الاوبريتنج سيستم. في العاده هيذاكر حاجه زي لينكس سيستم ادمنستريشن. حلو. تاني حاجه كونتينرز اند انفراستراكشر. كونتينر انفراستراكشر از كود. دي كونتينر هي تكنولوجي، فكره ان احنا بباكج الكود بتاعي انتو كونتينر ايمج. بعدها تالت حاجه CI/CD. بقول للناس ما تذاكرش بشكل لينير، يعني ما يذاكرش تول وراها تول وراها تول. بشوف ان هو يكومباين تولز مع بعض ويبتدي يعمل بيها بروجكت، والبروجكت دوت يحطه على جيت هاب ريبوزيتوري، بحيث ان هو انا بحط الجيت URL ديت في الCV بتاعي، بحيث ان انا بقول للانترفيور تعالى يا انترفيور بص على الجيت ريبو بتاعي وشوف انا كاتب كود وعامل ديف اوبس براكتسز على في البروجكت بتاعي. ده علشان يبقى عنده فرصه بعد كده ان هو اصلا يعدي السكريننج او اللي هو يتبص على الCV بتاعه، علشان الباشمهندس ده يجي ويقابله ويعمل له انترفيو على اساس انه فاهم، مش حد لسه مش عارف. فهو لو حد عنده اكسبيرينس في السوفت وير ديفلوبمنت، خلاص انت اكتب اعمل بروجكت وليكن مثلا تو دو ليست او نوت وابتدي بقى يعني امبلمنت الديف اوبس براكتس مع السوفت وير بروجكت دوت. ده لو حد عنده اكسبيرينس. لو حد ما عندوش اكسبيرينس، حد فريش جراد وهو خلاص حابب انه يخش الديف اوبس اندستري، بدل ما يكتب هو
سوفت وير بتاعه زي بقى اللي كان عنده اكسبيرينس، لا دور على النت على اوبن سورس سوفت وير وابتدي امبلمنت الديف اوبس براكتس على السوفت وير دوت واحده على واحده. ايه ممكن الاقي اوبن سورس؟ جيت هاب في بروجكتس كتير جدا. تلاقي حد مثلا كاتب مثلا فوتنج ابلكيشن، خش تكتب مثلا كاتس اور دوجز، تمام؟ انت بتحب الكاتس، انت بتحب الدوجز، في الاخر يطلع برسنتج مثلا سوفت وير يعني سمبل سوفت وير حاجه زي كده، وابتدي اعمل ديبلويمنت للسوفت وير ده باستخدام الديف اوبس براكتسز. كومباين كذا تول مع بعض بحيث ان انت تاخد الاكسبيرينس بتاعت كذا تول بدل ما تقعد تتعلم التولز لينير. لان انا اللي بشوفه على لينكد ان ناس بتخرج فريش جراد تبي يذاكر دوكر، بعد دوكر كوبرنيتس، بعد كوبرنيتس تيرافورم، بعد تيرافورم سي اي سي دي، بس هو مش عارف يركب كل التولز دي مع بعض لان هو مش فاهم هي كل تول بتعمل ايه والانتجريشن ما بين التولز وبعضها بيتم ازاي. انا خلاص فهمت الميكانيزم بتاعت العمليه دي بتشتغل ازاي، وهروح استخدم التولز اللي بتعلمها في ان انا ابراكتس او اجرب علشان ابين للشخص اللي هيعمل لي انترفيو في المستقبل ان انا فاهم كل تول بتعمل ايه. عايزه اعرف بقى اجابه يعني الخلاصه كده. انا لو عايزه انزل اول انترفيو اروح وانا معايا ايه اول حاجه؟ يعني ما اتحركش من البيت كده وانا رايحه الانترفيو غير وانا معايا الحاجات دي. ايه الحاجات بقى؟ على حسب انت بتعمل انترفيو او يعني لو حد فريش جات فهو تقريبا بيدور على انترفيو في شركات جوه مصر. حلو. ف حاجه من الحاجات اللي هتقوي جدا السي في هي فكره ان انا اعمل ريبو على جيت هاب واحط عليها البروجكتس ديت. ماشي. مذاكره التولز وامبلمنتنج التولز مع بعض حلوه جدا. سيرتيفيكتس احلى، الشركات في مصر بتحب السيرتيفيكتس جدا. بس لو هتاخد سيرتيفيكت اتاكد انك تكون مذاكر كل التوبكس اللي موجوده في السيرتيفيكت. يعني انا لما بيجي لي حد اعمل له انترفيو وليه واخد مثلا سيرتيفيكت اي دبليو اس، خلاص انا هخش اسال في اي دبليو اس بقى يعني ايه هتدوس على وشه. لا مش للدرجه دي، بس يعني اللي هو ايه اللي هو انت واخد سيرتيفيكت انت ديف اوبس سولوشن اركتكت اسوشيت، فانا المفروض لما اسالك في لامدا فانكشن دي سيرفيس على اي دبليو اس، مسالك في لامدا فانكشن تجاوب، لما اسالك في اس 3 تجاوب، لما اسالك في اي سيرفيس على اي دبليو اس المفروض تجاوب. لان اللي بيحصل ايه، الناس بتيجي تاخد السيرتيفيكت فبدل ما يذاكر يشوف كويستشنز وحلولها يحفظها ياخد السيرتيفيكت. فاهم قصدي؟ فالسيرتيفيكت حلوه جدا، الشركات بتحبها، بس اتاكد انك كل التوبكس اللي موجوده في السيرتيفيكت تكون مذاكرها معاك. تاني حاجه اعمل ريبوزيتوري على جيت هاب، حط عليها البروجكتس اللي انت عملتها وانت بتتعلم، وتاكد انك يعني تفهم انت عملت ده ليه وايه الاوبشنز التانية اللي تقدر تعملها، لان الانترفيور هيسالك. ده لو حد بيتارجت انه يدور على الشركات جوه مصر. طب قبل ما نخرج لاي حد تاني، الشخص بتاع الشركات جوه مصر، انت قلت اسم كذا تول وكنت شايف ان الناس لو اتعلمتها وهم مش جاهزين او مش فاهمين ميكانيزم الشغل اللي هيشتغلوا بيها يبقى مش هيستفيد حاجه. بس ايه من التولز دي اساسي ما ينفعش يدخل انترفيو من غيره؟ ده بيعتمد بشكل اكبر على الجوب ديسكريبشن. انا لما بقرا الجوب ديسكريبشن بتاع الشغل ببقى فاهم هو بيهاير او هو بيعين هو عايز حد بيعمل ايه. وده زي ما قلت لك طبعا الديف اوبس اتس امبلمنتد، كل شيخ له طريقه. صح. ففي حد مثلا بيبقى عاوز حد، او مثلا شركه بتبقى عاوزه حد هو هيز ا ميكستشر بتوين سوفت وير ديفلوبر و اوبريشنز. فمثلا بيكون بيكتب كود مثلا ببايثون او بجو، وفي نفس الوقت يكون فاهم مثلا كونتينر، فاهم انفراستراكشر از ا كود. فهو ايه الاساسي وايه اللي ما ينفعش اخش منه، ده اللي ما ينفعش اتجاهله، ده بيختلف بشكل اساسي على الجوب ديسكريبشن بتاع الوظيفه. فهو لو من اول 3 لاينز في الجوب ديسكريبشن ببقى فاهم هو الشخص عاوز ايه. بس انا هقول لك على حاجه برضو، هي في حته تريكي جدا. انا لو النهارده هتفرج على الجوب ديسكريبشن من على لينكد ان، كل يوم الاقي شركه عايزه ديف اوبس، عايز حاجات مختلفه،
فانا مش هقدر اكوب مع كل ده. صح. الصح هو ايه؟ ان انا هروح اتعلم حاجات تعتبر الاساسيات، والحاجات التانية لو الشركة دي هي دي الشركة اللي انا عايزة اشتغل معاها هحط مجهود اكتر واتعلم الحاجة اللي ناقصاهم، او اخد انفورميشن شوية عن الحاجة دي، ولما اتسأل هقول والله دي معلوماتي وانا عندي استعداد احط المجهود واتعلم اكتر. بس في حاجات كده انا بفكر معاك عايز انا اقول تولز يعني عايزه طيب. عايزه اسمع تولز. لينكس اوبريتنج سيستم. يعني الديف اوبس او الشركات اللي بتهاير ديف اوبس بتحب ان الشخص يكون فاهم لينكس اوبريتنج سيستم بشكل عنيف. يعني he's familiar with the shell. عارف الشل اللي هي بلاك سكرين وفي برومبت كده. ايوه. فهو قادر ان هو يتعامل مع الشل باريحيه. فاهم لينكس كوماندز، عارف مين بيعمل ايه. فدي اول سكيل الشركات بتدور عليها. تاني سكيل هي كونتينر ران تايم وكونتينر اوركستريشن. طبعا كونتينر ران تايم دوكر، كونتينر اوركستريشن كوبرنيتس. لو حد بيتفرج على الابيسود دي مثلا بعد 3-4 سنين ممكن التولز دي تتغير، لكن انا بقول يعني افهم الكونسبتس احسن من انك انت تركز على التولز. فلو بس انا لا يعني طالما هقول تولز يعني بنتكلم في 2024 دلوقتي 2024 اللي هيتفرج على الكلام ده في 2024 و2025 غالبا هيلاقي الكلام ده فاليد، وفي المستقبل لما يبقى في حاجات تانية هيحتاجوا يتعلموا دي الاول علشان يبصوا على بعض. بالظبط. قلنا لينكس اوبريتنج سيستم، كونتينر ران تايم اند كونتينر اوركستريشن، infrastructure as a code and CI/CD. infrastructure as a code برضو عشان الناس يعني لو حد مش فاهم الكونسبت، هو فكرة ان انا ببيلد infrastructure باستخدام الكود. اوكي. يعني اللي جرب يشتغل على كلاود AWS او GCP هيلاقي انه الطريقة العادية انه بفتح ويب براوزر في كونسول، بكليك على create virtual machine، حط السبيكس بتاعتها create. دي الطريقه العاديه. لكن الطريقه اللي الديف اوبس المفروض يشتغل بيها هي انفراستراكشر از كود. انا مش بستخدم الكونسول في حاجه، انا عاوز الموضوع يبقى اوتوميتد. رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها في الاول، ان احنا we need everything to be automated and we need to limit the human interaction. احنا محتاجين ان كل حاجه تبقى اوتوميتد، ومحتاجين نقلل تدخل العنصر البشري بقدر الامكان. فاحنا creating الانفراستراكشر بالكونسول بالماوس وعلى الكونسول اغلب الشركات ما بتعملوش. كل ده بيتعمل بانفراستراكشر از كود. فانا بكتب كود، الكود دوت بحط فيه الكونفيجريشن بتاعه الانفراستراكشر واعمل له ديبلوي فيكرييت الانفراستراكشر. فاحنا قلنا لينكس اوبريتنج سيستم، كونتينر ران تايم اند كونتينر اوركستريشن، انفراستراكشر از كود، CI/CD اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، بلس بروجرامينج. هنا بقى بنتكلم في لانجويجز ايه اللي محتاجها كبدايه؟ بايثون is the best option. تليها جو. ولازم طبعا يبقى عنده البيسس، يعني عارف سي وسي بلس. لا مش لازم. لا مش لازم. هنا بقى هنتقل لحد عنده خبره وبيدور بره مصر. احنا قلنا كل الكلام دوت بلس بروجرامينج، بايثون او جو. لو هتدور بقى بره مصر، ضيف على كل دول data structure and algorithms system design. يعني treated as a software engineer position. الشركات لما بتحب تهاير حد، شركات بره مصر بتحب تهاير حد وتعمله فيزا سبونسرشيب وريلوكيشن سبورت، محتاجه ان هو يكون شخص جامد. ايوه جوكر، تحطه مكان ما تحطه هو هيتعامل. مش لحاجه، هم بيعملوا نفس البروسيس ديت مع الناس اللي عندهم في البلد، بيهاير من نفس البلد. بس هو يعني انت بتلاقي الشركات اللي هي بتهاير اغلبها شركات كبيره، البيزنس بتاعها كبير، وهي ما لقتش اللي هي عايزاه في البلد اللي هي في البلد اللي هي موجوده فيها، فبيبتدي هاير من بره البلد. يعني انا دخلت انترفيو مع كذا شركه بره مصر، هو سوفت وير ديفلوبمنت انترفيو. هو بيسالني، بيديني بروبلم. الناس اللي بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت فاهمه الكلام دوت. هو بيديني بروبلم ويقول لي البروبلم دي حلها، اعمل اوبتمايزيشن او تحسين للكود دوت، قول لي ايه المشاكل اللي تطلع من الحل دوت، وازاي نتفاداها في المستقبل. بيسالك كمان سيستم ديزاين، يعني هاو تو ديزاين ا سيستم، ايه الكومبوننتس اللي انت وهنا بقى رجوعا لفكره الكونسبتس، ان انا مش بذاكر تولز، انا محتاج افهم كونسبت عشان الموضوع بالنسبه لي يبقى زي البازل، لما اركب كل القطع في مكانها تطلع الصوره كامله. تمام. لكن اللي بيذاكر تول ما بيبقاش فاهم الكونسبت،
هو انا فاهم سي اي سي دي، انا فاهم انفراستراكشر از كود، انا فاهم كيوينج سيرفيس، بس مين بيستخدم في ايه معرفش. اوكي. فلو حد بيتارجت انه يشتغل بره مصر treated as a software development engineer، اشتغل على كل اللي انا قلته ده، بلس انك تكون فاهم data structure algorithms، system design. حتى كنا بنتكلم على جوجل والسايت ريلايبيليتي انجينير، لو حد دخل على جوجل بيج على لينكد ان هيلاقي ان هم بيهايروا 2 types of SRE. يكتب كده سايت ريلايبيليتي انجينير / سوفتوير انجينير، ويكتب سايت ريلايبيليتي انجينير / سيستم انجينير. ايه الفرق ما بينهم؟ واحد فاهم اكتر جوه الاوبريشن والتاني فاهم اكتر جوه السوفت وير. انت تقري انا اتعلمت خلاص ديف اوبس. خلاص تقدمي دلوقتي. تقري الجوب ديسكريبشن تلاقي مثلا بتاع السيستم انجينير بيكلموا على لينكس انترنالز، نتوركينج، ستورج بروتوكولز، نتوركينج بروتوكولز، حاجات ان ديبث اوبريشن. وتلاقي كاتب جنبها مثلا كده ايه knowledge of software development, knowledge of programming, ability to read Python code، انه يقدر يقرا، لان ده شخص هيبقى شغله اكتر متعلق بالاوبريشنز. وحتى الناس اللي دخلت انترفيو بتاع جوجل بتقول ان هم يعني لو حد بيخش SRE انترفيو / system engineer، الانترفيو بروسس بتبقى in depth within the operation. العكس للسوفت وير انجينير يبقى in depth programming وشويه operation. يعني بقول لحد اي حد بيتارجت انه يدور على بوزيشنز بره مصر، كل الكلام ده بلس data structure and algorithms وسيستم ديزاين. لان يعني انا عملت انترفيو في كذا شركه بره مصر، هم they treat الشخص اللي جاي من بره ده as a software developer، as a pure software developer. لان هم حتى خلاص بقوا يعني ايه، يعني هم ما بيقولوش بقى الديف اوبس هو شخص ميال اكتر ناحيه الاوبريشن، هيز سوفت وير انجينير. الشركات بقت يعني الشركات بره مصر بقت، يمكن لسه في مصر الموضوع مش كده، بس الشركات بره مصر بقت بتتعامل مع الديف اوبس او الاس ار اي انه هيز سوفت وير انجينير. هو انا عايزه اقول لك على حاجه من وسط الكلام اللي اتكلمته، انا جمعت صوره عن ذا ماستر او اللي هو ذا كينج، الجوكر بتاع الديف اوبس. جوه الديف اوبس ممكن يبقى شكله عامل ازاي؟ وصحح لي لو انا فهمت صح ولا لا. الشخص اللي جاي من الاوبريشن وقرر يشتغل سوفت وير وبعدين عمل شيفتنج من السوفت وير للديف اوبس، هو هيبقى اكتر واحد شاطر في الديف اوبس اكتر من اي حد تاني، بشرط انه يفهم السوفت وير as deep as possible، ان هو يخش في السوفت وير ديفلوبمنت بشكل عميق، مع انه بيركز اكتر على المفاهيم اكتر من تركيزه على التولز. حلو قوي حلو قوي. يعني بس لو حد، انا زي ما قلت لك، انا ناس كتير جدا ناجحين شفتهم هم سوفت وير ديفلوبرز وذي went to the DevOps، ان هو بقى ايه اخذ ناحيه الاوبريشن، ابتدى يذاكر في الاوبريشن. فالعكس، فهو بيست كيس سيناريو انه يكون حد سوفت وير ديفلوبر ناحيه الديف اوبس، او هو اوبريشن وسيستم ادمنستريشن سيستم انجينير وراح ناحيه الديف اوبس. مش بقول يا جماعه ومش باحبط الناس اللي هي فريش جاد، بس انت محتاج مجهود قوي جدا في اول سنتين من دخولك الديف اوبس. يعني محتاج ان انت تركز جدا على المفاهيم. الداتا ستراكشر الالجوريثمز هي مفاهيم، هي بيقول لك الالجوريثم دوت بيشتغل ازاي، ايه الويكنس بوينتس بتاعته، ايه السترينث بوينتس بتاعته. فهي مفاهيم اكتر منها تولز. دي نقطه انا بسترس عليها، لان انا فعلا بشوف ناس على لينكد ان للاسف بتقعد تذاكر تولز وبتذاكرها بشكل لينير، وبعدها يخش يكتب I'm open to work. طب هو المشكله فين بقى؟ المشكله ان هو في رايي الشخصي يعني ان هو بيذاكر التولز كلها بس مش قادر يربطها مع بعضها عشان ايه يحل البازل، يفهم ان دي بتستخدم هنا ودي بتستخدم هنا ودي بتستخدم هنا. ولو ركبنا كل دول على بعض هنفهم الايه، او يعني الصوره الكامله هتوضح. طب هقول لك على حاجه علشان ما نبعدش قوي عن حته الرود ماب او الحاجات اللي الناس محتاجه تحضرها. انا اعتقد ان اي حد هيشتغل ديف اوبس كل الحاجات اللي انت قلتها دي هيعملها، ولكن لو الراجل ده عامل
شيفتنج من دراسه او جامعه او شغل ما كانش فيه اي تعرض للبرمجه وعايز يروح الحته دي، مدى سهوله وصعوبه ده؟ مش سهله ومش صعبه. هم. يعني برضو يعني انا لا يعني هقول لك الحاجه. يعني انا شفت حد خريج صيدله وهو بيكتب كود جميل جدا، فاهم بشكل عميق جدا، واحسن احسن من ناس اتخرجت من كليه حاسبات. فهو الموضوع مش صعب ومش سهل، بس هو يعني محتاج بقى يبدا الطريق من اوله في فهم التو سايدز وفهم المفاهيم وليه بنستخدم الديف اوبس. وانا بقول ان هو لو حد جاي من بره خالص، الافضل انك تشتغل الاول سوفت وير ديفلوبر. يعني شوف المجال نفسه هيعجبك ولا لا. لان الاوبريشن هو يعني الديف اوبس بارت برضو من الناس ما بتحبوش، بارت من الديف اوبس هو الاون كور روتيشن. يعني ايه؟ انا ديف اوبس انجينير. احنا قلنا الديفلوبر هو حد مسؤول انه يعمل فيتشرز، صح. الديف اوبس انجينير بارت من الريسبونسبيلتي بتاعته انه تو كيب ذا سيستم اب. لو السيستم حصل فيه مشكله مين هيحلها؟ هيكلموه بقى تعال حل بقى. فبارت من الريسبونسبيلتي بتاعه الديف اوبس هو يبقى اون كول. يا الله. بس هو طبعا دي بتبقى روتيتد، ما بيبقاش في حد بياخد الاون كول على طول، هي بتبقى روتيتد على التيم ممبرز. فبس دي ريسبونسبيلتي من الريسبونسبيلتي بتاعت الديف اوبس. فانت اللي هو انا مش هبقى بعاني بقى مع الكود الصبح الساعه 2 بالليل يجي لي مكالمه ان الليتنسي علت عن 500 ملي سكند، خش حل بقى. انت لو مش جاهز على كل الليفلات صراحه مش هتعرف تسد الساعه 2 بالليل. بالظبط. هو الساعه 2 بالليل دي ما حدش هيكلمك غير لو في كارثه. بالظبط. يعني انا اقول لك حاجه، مثلا هم يعني مثلا في الاس ار اي بوك، انا فكرني برضو اقول على فكره كتب يعني اي ريكومند للناس انها تقراها قبل ما تخش المجال. بس مثلا منها كتاب الاس ار اي بوك بتاع جوجل، كانوا بيقولوا ان ايه، يعني انا بحاول اقلل الوقت بتاع الاون كول والاوبريشن وورك بالنسبه للاس ار اي، لان انا عايزه اغلب الورك يعني اغلب الوقت يكون شغال على اوتوميتنج ذا فيكس رايتنج بلاي بوكس. يعني انا عايز اقول ببريدكت المشكله قبل ما تحصل، ببتدي اكتب اوتوميشن ليها انه يحلها. تاني حاجه بكتب بلاي بوك بحيث ان انت لو انت اس ار اي قابلت المشكله ديت، الستبس بتاعتها 1 2 3. فهمت قصدك؟ فهماني؟ فهو مفروض في الاس ار اي تيم ان انت يو تراي تو، وانت بتحاول ان انت تقلل الاون كول تايم as much as you can. بس ده بيحصل ولازم يجي لك في وقت من الاوقات اون كول ايشو. فلازم تكون فاهم السيستم شغال ازاي عشان تقدر تحل المشكله، او على الاقل تنفستيجيت وتطلع فايندينجز قبل ما تاسكليت الايشو. تمام. فعشان كده بقول لو حد جاي من بره الانجينيرنج اندستري مهم يعدي على الديفلوبمنت. بالظبط. طب هقول لك على حاجه بقى، بما اننا تطرقنا للناس او الشباب الصغير اللي بيبقى كاتب على لينكد ان open to work وانا جاهز اشتغل وبدور على شغل وما بلاقيش فرص وكل الكلام ده، ايه هي المعايير اللي محتاج كل واحد ياخدها كده في دماغه انه انا دلوقتي جاهز ادور على شغل؟ وانا عارفه انه الحته دي تريكي ومطاطه حبتين، لانه احيانا بتبقى مهم ان انت تنزل تتفرج على الانترفيوز وتترفض شويه لحد ما تفهم الناس عايزه ايه. بالظبط. مفهوم. ولكن انا لو عايزه ابقى صريح مع نفسي ان في عايزه اقلل نسبه الرفض بتاعتي جوه الانترفيوز، ايه هي المعايير اللي اقول بيها انا جاهز؟ مش عايز ابقى يعني ايه، مش عايز ابقى بجملها، بس هو انت لازم تخش في انترفيوز وتترفض في الاول، وبالذات في الديف اوبس، لان انت ممكن يكون عندك تصور ومقتنع بيه وتفاجئ ان الماركت عنده تصور تاني خالص. فانت لا يعني احسن طريقه انك تعرف بيها ان انت جاهز ولا لا انك تخش انترفيوز. بس قبل ما تخش انترفيوز
شوف انت فاهم الكونسبتس ولا لا. يعني ده المعيار، ده اول معيار. قبل يعني انت مذاكر التول، انت فاهم التول دي بتستخدم ليه. انت فاهم يعني مذاكر مثلا كونتينر، مذاكر انفراستراكشر از كود، مذاكر سي اي سي دي، طبقت بايدك، بس انت مجمع في مخك الصوره العامه للكونسبت بتاعه الديف اوبس. فاهمه. ف ده يخليك انا جاهز اخش انترفيوز، بس مش جاهز ان انا اتقبل. فاهمه. يعني دي مش هتعرفها غير لما تخش انترفيو 2 و3. انا برضو يعني انا اول ما اتخرجت اشتغلت تكنيكال سبورت في ديل. يعني انا كنت انا بحكي القصه دي لسبب. انا اتخرجت، دخلت منحه الاي تي اي 9 شهور، بعدها اشتغلت. جم ديل عملوا لنا انترفيوز، خدوا 7. يا جماعه احنا ما كملناش المنحه، يعني الناس كانت لسه بتدرس المنحه، واحنا ابتدينا شغل في الاي تي اي. بس تكنيكال سبورت حلو، ودي شغلانه كويسه، وديل شركه كبيره، بس لا انا عاوز اروح ناحيه الديف اوبس. فابتدي اذاكر واخش انترفيوز، اعمل سي في وابعته للشركه ويحصل لي ريجكشن، اروح معدل في السي في وابعته للشركه ويحصل لي ريجكشن، بعدها اعمل سي في ابعته للشركه فيبعتوا لي انترفيو، اخش الانترفيو اتسال اسئله تمام اترفض، وهكذا مره في مره لحد لما ايه I landed the first، او يعني جات لي اول شغل ديف اوبس. فهمك للمفاهيم وانك تطبق بايدك ده يخليك جاهز ان انت توصل لاول وظيفه. مش توصل لاول وظيفه، انك تقدم في الانترفيوز. الفيدباك اللي هيجي لك من الانترفيوز وشغلك عليه هو اللي هيخليك جاهز ان انت تجيت يور فيرست جوب. طيب ده كلام رائع. هسألك على حاجة، انت كنت قلت لنا على موضوع الكتب ده، فممكن تقول للناس ايه الكتب اللي محتاجة تقراها؟ في كتابين، الكتاب اللي كنت بتكلم عليه كذا مرة اللي هو اسر اي بوك بتاع جوجل. يعني ممكن لو كتب على الويب براوزر google.sre هيلاقي الكتاب متقسم ارتكلز وسب ارتكلز، تقدر من خلالها انك انت تبدأ من اول ارتكل تقرا التوبكس. الكتاب الثاني هو مش كتاب، هو رواية جميلة، يعني قصة. كتاب اسمه The Phoenix Project، هو كتاب مشهور جدا. يعني هو بيحكي عن infrastructure engineer، مهندس بنية تحتية، infrastructure اللي هي IT infrastructure، اتعين مدير في شركة شغالة بالستايل القديم، ستايل هو ما قبل الديف اوبس، ويبتدي بقى يحل المشاكل. بتلاقيه في وسط القصة بيبتدي يعمل implementation، او يعني انه ينفذ الديف اوبس كلتشر. فانت من قرايتك القصه بتفهم هو ايه الديف اوبس. فهي يعني ممكن حتى حد يقراها، اي حد يقراها فور فن، يعني مش بس انت بتديك فهم. لو انت قريت مثلا ارتكلز على تكنيكال ارتكلز عن الديف اوبس وما فهمتوش، او حسيت ان لا انا مش فاهم ده في الناحيه العمليه بيحصل ازاي، القصه دي حلوه جدا، بتشرح لك الديف اوبس امبلمنتيشن بيحصل ازاي، وحتى بتوريك المشاكل اللي حلها الديف اوبس. خلينا اقول ان هم الكتابين دول انا ريكومند الكتب ديت للناس اللي هي داخله في مجال الديف اوبس. ونصيحه برضو الناس اللي هي بتذاكر، يعني انا بشوف ان المذاكره من الكتب يعني اعمق وبتدي فايده اكتر من مذاكره الكورسز، لان انا بذاكر الكورس بذاكره بفهم الانستراكتور، فمذاكره الكتب بتبقى اعمق وبتدي فايده اكتر من مذاكره من الكورسز. يعني مش عايزه ريكومند الكتب لتولز، بس يعني الكتب ديت، يعني كتاب ذا فينيكس بروجكت وكتاب اس ار اي جوجل اس ار اي، هم لو حد كتب جوجل اس ار اي بوك، هو عنوانه طويل، يعني هاو جوجل رانز اتس برودكشن انفايرمنت، بس هو الكتاب اس ار اي بوك، اس ار اي جوجل اس ار اي بوك، هيلاقي الكتاب دوت، هيلاقيه بي دي اف وهيلاقيه على الويب سايت. طب هقول لك على حاجه دلوقتي، هل في تسلسل معين ممكن يحصل في السلم الوظيفي بتاع الديف اوبس اللي بعد كده؟ هو التسلسل عادي، جونيور او يعني ديف اوبس انجينير، بعدها ميد، سينيور، بعد سينيور الموضوع
بيفترق شويه. انت ممكن تكمل تكنيكال فتبقى مثلا ستاف ديف اوبس او ستاف اس ار اي او ستاف سيستم انجينير سينيور ستاف سيستم انجينير، او تروح ناحيه ان انت تبقى تك ليد يو ليد ذا تكنيكال تيم، وبعدها المانجيريال سايت وانجينيرنج مانجر، وفي تراك تاني ان انت تكون سولوشن اركتكت. يعني ايه سولوشن اركتكت؟ انا لسه ما كتبتش السوفت وير، احنا لسه يعني انا وانت يا فاديه قعدنا عاوزين نعمل سوفت وير بيعمل اي بي سي، بيعمل اكس واي زد، بس احنا مش عارفين هنكتبه بلغه ايه، هنستخدم بلاتفورم ايه. طب احنا السوفت وير ده احنا عاوزين نركز على ان الليتنسي تبقى اقل ما يمكن، لان السوفت وير ده هيشتغل مع البانكينج اندستري، فاحنا محتاجين ان الليتنسي تبقى قليله، ومحتاجين ان شايفه كل الافتراضات اللي احنا بنقولها ديت السولوشن اركتكت بياخد الافتراضات دي او بياخد الريكويرمنتس بتاعتنا ديت بتاعتنا احنا ككاستمرز يعني، ويبتدي من الريكويرمنتس دي يحولها لديزاين رسمه كده، اللي هو هنحط الداتابيز هنا، هنكتب الكود ده بلغه برمجه كذا، هنهوست السوفت وير بتاعنا ده في الريجن ديت عشان الريجن دي اقرب للكاستمر، هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، وبيديه بقى للسوفت وير تيم يعمل امبلمنتيشن. اوكي. فهو ما قبل الامبلمنتيشن، ما قبل ان السوفت وير بيكتب كود، بيحد اسمه سولوشن اركتكت، بياخد الريكويرمنتس بتاعتنا كلام ويحولها لديزاين وتكنيكال ريكويرمنتس. عظيم. فهو الديف اوبس بعد الديف اوبس بعد ما يبقى سينيور وكده، وان اوف ذا تراكس ان هو يروح ناحيه السولوشن اركتكت. بس نجاحه بقى في التراك بالذات في التراك السولوشن اركتكت بيعتمد على فكره ان هو انت فاهم التو سايدز بشكل عميق ولا لا، فاهم السوفت وير ديفلوبمنت والاوبريشن بشكل عميق ولا لا، لان انت بتاخد كلام من الكاستمر، محتاج بقى ان انت تترجم الكلام ده لتكنيكال ريكويرمنتس. فترجمه الكلام ده بتعتمد على فهمك العميق للسوفت وير ديفلوبمنت والاوبريشن على حد سواء. حلو جدا. انت قلت في طريق تاني بقى غير ده، المانجيريال، وان انت تكمل تكنيكال في الديف اوبس، انت تبقى ستاف انجينير او سينيور ستاف انجينير. طب هقول لك على حاجه، انت في وسط كلامك بتقول انه هتاخد الحاجات دي من الكلاينت، والكلاينت هنا ممكن يبقى الشركه اللي انت فيها، ممكن ما يبقاش شركتك. فانت تنصح الناس انها تروح تشتغل اكتر في فندر ولا تشتغل مع كلاينت ولا كونسلتيشن، الشركه اللي بتدي اصلا معلومات او زي مثلا كونسلتيشن شركات كتير مثلا منهم AWS وغيره؟ لا يعني خلينا نفرق بقى. AWS، جوجل كلاود، مايكروسوفت اجور، هم دول اولا كلاود بروفايدرز، بس دول فيندرز. حلو. تمام. حلو. كونسلتنت هو من غير ما نقول اسماء شركات، هو حد بيجي له الكاستمر يقول له انا عايز اعمل كذا ساعدني. اوكي. يعني مثلا احنا بما ان احنا قلنا AWS وجي سي بي ومايكروسوفت اجور، فبيجي كاستمر يقول لي مثلا AWS انا عندي جيم، والجيم ديت عايز اعمل لها هوستنج، يعني السيرفر سايد بتاع الجيم عايز اعمل له هوستنج على AWS، بس انا مش فاهم قوي في AWS، فعايز حد يساعدني. AWS في حاله من الحالتين، يا اما هي بتشتغل معاه بشكل مباشر وعندها تيم سولوشن اركتكت يشتغل معاها، يشتغل مع الكلاينت، او بتديه لكونسلتنت يشتغل معاه. يبقى في 3 بارتس هنا، الفندور اللي هي AWS، الكلاينت والكونسلتنت. حلو قوي. الكونسلتنت عنده تيم انجينيرز وسولوشن اركتكتس بيقعدوا مع الكاستمر ياخدوا منه الريكويرمنتس بتاعته اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه، وبعدها السولوشن اركتكت يدي الانجينير التكنيكال ريكويرمنتس فيعمل لها امبلمنتيشن. عظيم. وبعدها الكلاينت يساين اوف ان الريكويرمنتس بتاعته هو ده اللي هو عايزه وخلاص، وكل الاطراف تخرج سعيده. احنا قلنا بقى دلوقتي مين الفندر ومين الكونسلتنت، والكلاينت هنا هم الشركه اللي بتقدم بالزبط منتج واحد او سيرفيس معينه وانت بتشتغل مع الشركه بالظبط. فشغل الفندور يعني اكيد شركه زي AWS او جي سي او جوجل كلاود او مايكروسوفت اجور هتبقى عايزه حد عنده اكسبيرينس. صح. تمام. يعني هم عشان برضو نذكرها، هم بيعملوا فريش جراد بروجرامز بس لسه ما عملوهاش في مصر، يعني هم عملوها في دول زي الامارات،
في قطر، في السعوديه، بس لسه ما عملوهاش في مصر. ف يتبقى الكونسلتنت والكلاينت. انا بشوف ان الشغل مع الكونسلتنت اسهل من الشغل مع الكلاينت. اسهل وبيدي خبره لحد فريش جراد اكتر من الشغل مع الكلاينت. انت هنا قصدك اسهل انه يتعين ولا اسهل انه يتعلم، اسهل في المشاكل اللي بيقابلها، اسهل في انه بيبقى معاه ناس سينيورز كتير. بالظبط. في الشغل مع الكونسلتنت التيم اللي بيتقدم للكلاينت بيبقى سولوشن اركتكت، تك ليد، وانجينيرز، وفي بروجكت مانجر لان هو بيبقى بروجكت. فكل دول بيشتغلوا سوا ان هم يحققوا الريكويرمنتس بتاعه الكلاينت. لكن الشغل مع الكلاينت انا زي ما قلت مش حد فريش جراد او حد مثلا عنده سنين خبره قليله هيبقى بيستحمل فكره الاون كول، فكره ان انا لان هي مرعبه يعني احساس ان يجي لك كول الساعه 2 بالليل السيستم ده ان في ليتنسي تمام، اللي هو يعني انا فاكر مره جات لي كول ان الديسك 90% فول. الكلام ده كان ليله العيد. هو الفكره انه مصطلح الديسك 90% فول ممكن ما يبقاش الناس فاهمه ده ايه. يعني الديسك اللي هو هارد ديسك عادي يعني، بس ده كان على سيرفر، فالديسك اتملى بنسبه 90% وباقي 10%. فاللي هو لو الديسك اتملى 100% زي ما يكون مثلا عندك لابتوب عليه ديسك واتملى، بتفضيه بتمسح الملفات اللي هي ملهاش لازمه. لكن في حالتنا احنا بنكستند المساحه، يعني هو مثلا 2 تيرا بنخليه 4 تيرا او وهكذا. فهو لو الديسك اتملى بنسبه 100% السيرفيس مش هتكتب، فبالتالي في ريكوردز هتضيع. فانا المفروض يبقى عندي تدخل اعمله قبل ما احل مشكله. الحمد لله تعدت على خير، بس دي من المرات اللي انا الاون كول يعني مش بنساها. كلموك الساعه كام؟ كانت الساعه 2:30 وكنت سهران، يعني ده اللي هو ايه ده في ايه يا جماعه ما ينفعش كده. فالاون كول روتيشن انا بشوف ان حد فريش جراد او حد 2 years of experience مش هيتولريت انه يشتغل على الاون كول. بشوف ان الشغل لناس فريش جراد لحد 2 years of experience مع الكونسلتنت، او انه يشتغل تكنيكال سبورت في الفندور، ده احسن. وهي زي ما بنقول كده خطوه تدخلك على الاوضه، ان تدخلك من للاكسبيرينس بتاعه الديف اوبس. يعني بصراحه بقى في كونسلتنتس كتير في مصر، في شركات كتير فتحت كونسلتنج في مصر، مش هقول اسماء وبيعملوا هايرنج دلوقتي، وحتى بيعملوا هايرنج للفريش جراد. احنا عندنا على فكره زي جروب كده بنجمع فيه كل الحاجات اللي ليها علاقه بالاوبورتيونيتيز اللي بتتفتح في شركات مختلفه. ممكن لو انت عارف انه في شركات بتهاير نعمل لها شير على الجروب بتاعنا اسمه كونكشنز، فهنحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن والناس ترجع له. بس احنا ما بنقولش اسامي الشركات بالظبط فور وان ريزن. الناس في شركات مش عايزه اساميها تتقال جوه بودكاست او حلقات الناس بتتفرج عليها، غير لو هم بيمثلوا الشركه بنفسهم. بس للامانه في شركات كونسلتنج كتير بتهاير في مصر، ديف اوبس وكلاود، شغل ديف اوبس وكلاود، وبتهاير كمان لناس فريش جراد. انا بشوف ان دي اوبورتيونيتي اسهل واحسن انك تخش ناحيه الديف اوبس والكلاود يعني وتاخد اكسبيرينس، بعدها تروح على كلاينت. طبعا دي بقى بتختلف من شخص التاني، في حد حب الكونسلتيشن وفي حد لا انا عايز اشتغل بقى مع كلاينت واخد اس ار اي اكسبيرينس اكتر. يعني هو على ذكر بقى الحته اللي انت قلتها دي، انا يمكن عندي اخر سؤال. ايه الفرق ما بين كلاود انجينير وديف اوبس، او ليه دايما مقترنين ببعض؟ لما كنا بنتكلم على الديف اوبس قلنا ان الديف اوبس هو عاوز يمبلمنت فيتشرز كتيره جدا في وقت قليل. لما بنجيب سيره التولز اللي هي بتذكر في الديف اوبس في الجوب ديسكريبشن، واحده منها بتبقى الكلاود، سواء اي حد من الكلاود فيندور، سواء مايكروسوفت اجور، جوجل كلاود او اي دبليو اس. ليه؟ لان الكلاود بقى بيديني سهوله ان انا اسبين اب ريسورسز، كرييت ريسورسز
كلاود ريسورس يعني فيرتشوال ماشين ستورج في دقائق، حتى في ثواني، حتى مش في دقائق. فده بقى بيسهل للديف اوبس وبالتالي بيسهل للديفلوبر انه يعلى بالسكيل اب ويسكيل داون الريسورسز بناء على الابديتس اللي الديفلوبر بيعملها. فدايما هتلاقي الديف اوبس مقترن بالكلاود. كلاود انجينير خلينا نقول هو ادمنستريتور للكلاود، بس مش شغل ديف اوبس. انا بسبين اب ريسورسز، بكريت ريسورسز، والريسورسز دي في شركات بيبقى عندها كلاود انجينير وديف اوبس انجينير. فالكلاود انجينير بيبقى شغله مينلي اكتر ان انا بعمل ادمنستريشن للكلاود ريسورسز، بتاكد ان الفاتوره بتاعه AWS ما تزيدش عن حد معين، ولو زادت عن حد معين اشوف مين التيم اللي بيستهلك بشكل كبير وابلغه ايه الريسورس اللي عندك اللي هي ايدل مش شغاله امسحها، او ان انا اوتوميت ان لو في ريسورس ايدل لمده معينه يتمسح. ايدل هنا مش شغال، مش مستخدم. فلو في ريسورس مثلا ايدل لمده معينه يتمسح، ان الريسورسز كلها تبقى تاجد عليها تاج، بحيث ان انا اقدر اعرف الريسورس اكس بيستخدموا تيم واي وريسورس A بيستخدموا تيم B، فاقدر افهم، يبقى عندي كده تصور عام لليوتيلايزيشن بتاع الكلاود ريسورسز. عندي تيم A بيستخدم ريسورسز اكتر وتيم A بيستخدم ريسورسز اقل. فده مين الفرق ما بين الكلاود والديفوبس. انا عايزاك تقول لي ايه النصيحه اللي عايز تديها للناس اللي لسه بتبدا او الصغيرين اللي هيروحوا في الديف اوبس اوفرول او الديفلوبمنت. عايز اعتذر لهم ان لو حد شاف من كلامي ان الموضوع معقد. الموضوع مش معقد، بس الموضوع محتاج مذاكره. هقولها تاني، ركز على المفاهيم، الكونسبتس. اقرا انجينيرنج بلوجز. دايما الشركات الكبيره بيبقى عندها انجينيرنج بلوجز بيكتبوا فيها الاكسبيرينس بتاعتهم. فاقرا انجينيرنج بلوجز، ركز على المفاهيم. يعني لو انت عايز تجو ان ديبث، فحط حته البروجرامنج معاك، بان انت تبقى ديفلوبر قوي مع ان انت عندك اكسبيرينس في الاوبريشن. استعين بالله ويعني هارد ورك بيز اوف يعني. يا رب ربنا معاهم بجد. برضو الشيرنج الانفورميشن مع الناس از ا جود ثينج. يعني لما يعمل انجاز معين او يخلص بروجكت ينزله على لينكد ان علشان الناس اللي في دوايره تبقى عارفه ان هو ممكن يبقى ليه فرصه كويسه كديف اوبس في شركته. يعني ان ديبث ان هو ممكن يكتب ارتكلز على ميديم. الحاجات دي بتفرق قوي مع الشركات، ويحط الحاجات دي في السي في. برضو من قبيل ان شيرنج او مشاركه المعلومات دي حاجه كويسه، ومن قبيل ان انت بتبيلد يور بيرسونال براند. انت يعني انا بختلف عن غيري في ان انا بكتب ارتكلز، لان الشركات برضو بتحب ان لما يكون في حاجه اتعملت ان الناس تكتب عنها وتحطها في الانجينيرنج بلوجز. فتو ريكاب، ركز على المفاهيم، ركز على التولز دي بنستخدمها ليه. اقرا انجينيرنج بلوجز للشركات الكبيره اللي انا ذكرتها في طول كل البودكاست. كل الشركات ليها انجينيرنج بلوجز. ركز على البروجرامينج as a part of your study، وشير your knowledge with others. بس اوكي، شكرا جدا ليك يا احمد. والله دي كانت حلقتنا من لانش بريك عن الديف اوبس. لو عايز تعرف اكتر عن مجال الديف اوبس ممكن تبعت لنا في الكومنتس الاسئله اللي عندك، ولو عايز تعرف عن اي مجال تاني ممكن تقول لنا في الكومنتس ايه المجالات اللي تحب تسمع عنها. انا فادية صالح وده لانش بريك. شكرا ليكم.